في شخص مهم كتير عم بيراقبك بصمت، وفي شي عندك عم بيخليه مو قادر يبعد تفكيره عنك أبدا. الصدمة إنه هيدا الشخص مو عادي وعنده اسم وتأثير كبير بمجاله، وقريب كتير رح يحاول يقرب منك بنفسه. عم شوف تواصل، فرصة أو رسالة ممكن تغير مجرى حياتك بالكامل، وكأنه الكون أخيرا عم بيفتح لك الباب اللي انت استنيته من زمان. بس قبل ما نبلش، إذا قلبك حاسس إنه في حلم كبير قرب يتحقق، علق هلأ حلم يتحقق حتى تثبت نيتك وتستقبل هيدي الطاقة القوية. وخليك معي للآخر لأنه التفاصيل الجاية مو صدفة أبدا. خلينا نشوف مين هيدا الشخص يلي مو قادر يطالعك من باله، وليش اسمك عم بيتكرر قدامه بهيدي القوة. ركز طاقتك بالأوراق، فكر بشخص كتير منيح، قول اسمه 3 مرات وانقر مرتين على الشاشة. عم شوف حدا عم بيكرر اسمك بطاقة قوية كتير، وكأنه عم بيحاول انه يرفعك، يوصلك للكون بكل الطرق. الموضوع مو صدفة ابدا، في شعور واضح انه هيدا الشخص صار عنده رغبة حقيقية يقرب منك اكتر، مو بس مراقبة او تفكير من بعيد، لا، عنده نية لقاء، نية تواصل مباشر، وكأنه حاسس انه لازم تكونوا بنفس الدائرة، بنفس الجو، بنفس الطاقة. هيدا الشخص فعليا عم بيفكر فيك بطريقة مستمرة، وعم بيحاول يلاقي أي فرصة تجمعكم، لأنه شايف أنه وجودك ممكن يفتح له باب جديد أو يغير شي بحياته. في احتمال كبير أنه يكون عنده رغبة يشتغل معك، يتعاون معك، أو حتى يدخل معك بمشروع أو خطوة فيها منفعة لإلكم انتو اتنين. كأنه مقتنع أنه بينك وبينه انسجام قوي وقدرة تبنوا شي مهم سوا. طاقة هون مو طاقة إعجاب عابر، لا، في انجذاب لعقلك، لطريقتك، للكاريزما عندك، وحتى للطاقة يلي بتحمل بدون ما تحكي. وكأنه عم بيقول بينه وبين حاله لازم هيدا الشخص يكون قريب مني، لازم دخله لعالمي بطريقة أو بأخرى. بس السؤال هون، هل هيدا الشخص رح يضل يراقب بصمت ولا أخيرا رح ياخد خطوة فعلية باتجاهك؟ خلينا نشوف الكروت شو عم بتقول. رح أسحب كرت. عم شوف انفراج قوي كتير بالتواصل، وفي رسالة واضحة بهيدي الطاقة. أنت عم تلفت الانتباه أكتر ما بتتوقع. وجودك صار يترك أثر قوي عند ناس عم بتراقبك بصمت، وتحاول تخلق فرصة حتى تقرب منك أو تصير جزء من حياتك اليومية. عم شوف انفراج قوي كتير بالتواصل، وكأنه بعد فترة من التردد أو المراقبة من بعيد، هيدا الشخص أخيرا صار عنده رغبة حقيقية ياخد خطوة واضحة تجاهك. الطاقة عم بتقول إنه في رسالة، اتصال، أو محاولة ترتيب لقاء رح تصير بطريقة مباشرة أكثر من قبل، لأنه الفضول عنده صار أكبر من إنه يضل ساكت أو يكتفي بالمراقبة. في شعور إنه هيدا الشخص صار بده يكتشفك بنفسه، بده يقعد معك، يحكي معك، وشوف مين أنت على حقيقتك بعيد عن كلام الناس. وكأنه كل اللي حواليه عم بيحكوا عنك بطريقة ملفتة، عم بيمدحوك، يذكروا اسمك، يسلطوا الضوء على حضورك وطريقتك لدرجة إنه صار يقول بينه وبين حاله لازم أعرف هيدا الشخص بنفسي. شو السر يلي مخلى الكل معجب فيه لهيدي الدرجة؟ في طاقة إعجاب كبيرة بعقليتك وشخصيتك حتى قبل اللقاء. هيدا الشخص حاسس إنك مختلف وعندك حضور ما بينتسى بسهولة. هيدا الشي عم بيخليه متحمس أكتر لحتى يقرب ويكسر المسافة بينك وبينه. كمان واضح إنه اللقاء أو التواصل الجاي ما حيكون سطحي أبدا، بالعكس، في نية لفهمك بعمق واكتشاف أفكارك وطريقتك بالحياة، لأنه حاسس إنك شخص عنده قيمة وتأثير قوي على الناس يلي حواليه. والرسالة الأقوى بهيدي الطاقة، في شخص صار مستعد يتحرك باتجاهك بنفسه، مو لأنه مضطر، لا، لأنه فضوله وإعجابه وانجذابه لطاقتك صارت أكبر من أنه يتجاهلها. طيب، مين هو هيدا الشخص أصلا، وليش طاقته طالعة قوية وغريبة لهيدي الدرجة؟ الواضح أنه هيدا الشخص طاقته قوية، والأقوى بهيدي الطاقة أنه اقتراب هيدا الشخص منك ممكن يفاجئك فعلا، لأنه مش شخص عادي أو عابر. عم بيطلع شخص عنده اسم، حضور، تأثير قوي بمجاله، ناس بتعرفه بسبب مهاراته وخبرته والمستوى العالي يلي وصل له. كمان كأنه شخص عنده قيمة كبيرة بمحيطه، كل كلمة أو خطوة منه إلى وزن. بإحساس إنك ما كنت متوقع أبدا إنه هيك شخص ممكن يلفت انتباهه وجودك لهي الدرجة، أو إنه يفكر أصلا يقرب منك بنفسه. بس الغريب إنه رغم مكانته وثقته بحاله عم بينجذب لطاقتك بطريقة واضحة كتير، كأنه شايف فيك شي مختلف عن كل الناس يلي حواليه. هيدا الشخص مو بسهولة بينبهر بحدا، لأنه متعود يشوف ناس كتير ويتعامل مع مستويات عالية، ومع هيك في شي عندك عم بيخليه حابب يكتشفك أكتر ويعرف شو السر يلي مخليك تترك هيدا الأثر الكبير.
عم شوف طاقة احترام قوية قبل ما حتى يصير اللقاء، كأنه سامع عنك أو واصلته انطباعات قوية كتير خلت عنده فضول حقيقي يشوفك بنفسه ويحكم بعينه، مو من خلال كلام الناس بس. اللقاء أو التواصل الجاي ممكن يحمل مفاجأة حلوة لإلك، لأنك رح تحس للحظة معقول هيدا الشخص بنفسه عم بيحاول يقرب ويحكي معي. هيدي الطاقة هون عم بتقول إنه وجودك صار يجذب أشخاص أصحاب مستوى عالي، نفوذ، شهرة بمجالهم، لأنه عندك طاقة مميزة عم بتخلي الناس المهمة تلاحظك حتى بدون ما تحاول. بس خلينا نشوف شو السبب الحقيقي يلي خلاه فعلا إنه يفكر فيك بهيدي الجدية كلها. مؤخرا واضح انه في حدا مقرب من هيدا الشخص او شخص بيوثق برأيه كتير نصحه بشكل مباشر انه يشتغل معك او يتعاون معك، وكأنه قال له انه هيدا الشخص المناسب يلي ممكن يضيف فرق حقيقي بحياته او مشروعه، ومن وقتها صار في تفكير جدي جدا باتجاهك، مو مجرد اعجاب ولا فضول، لا، في نية تعاون حقيقية عم تتشكل. هيدا الشخص صار حاسس انه عندك شي هو بحاجة له بالضبط، يمكن طريقة تفكير، خبرة، إبداع، أو حتى طاقة بتعرف كيف تحول الأفكار لشي ملموس وناجح. في فكرة أو حلم أو طموح كبير براسه حابب يشوفه يتحقق على أرض الواقع، بس حاسس إنه ما رح يطلع بالصورة الصح إلا إذا كنت أنت جزء من هاي الرحلة. كأنه عم بيقول بينه وبين حاله إذا هيدا الشخص اشتغل معي الفكرة فعلا ممكن تنجح وتكبر. في طاقة احترام كبيرة لقدراتك، لأنه مو شايفك كشخص عادي أو مجرد مساعدة مؤقتة، هو شايفك عنصر أساسي ممكن يعطي الحياة لمشروع أو رؤية عم بيحاول يوصلها من زمان. والأجمل إنه هيدا التعاون مو طالع من مصلحة باردة بس، بالعكس في انسجام بالطاقة والأفكار، وكأنه بيناتكم قدرة تبنوا شي مميز فعلا إذا اجتمعت طاقاتكم سوا. والرسالة بهيدي الطاقة واضحة كتير، في شخص مؤثر أو عنده مكانة صار مقتنع أنك المفتاح يلي ممكن يساعده يحول فكرة كبيرة من مجرد حلم لحقيقة ونجاح ملموس. بس الكروت هون عم تعطيني إحساس أنك بنفس الوقت مرهق، متعب كتير، وكأنك شايل فوق طاقتك. خلينا نشوف ليش. عم شوف انك بالفترة الأخيرة عم بتحاول بكل قوتك انك توازن بين كل شي بحياتك، وكأنك شايل فوق كتافك أكثر من مسؤولية بنفس الوقت. مرة عقلك مع الشغل والطموح والمستقبل، مرة قلبك مشغول بالعيلة والناس يلي بتحبهم، وفوق كل هيدا في ضغط مادي أو تفكير مستمر بكيف أنا رح أرتب أموري المالية وضل ثابت مهما كانت الظروف. الطاقة هون بتبين انك عم تعطي من نفسك زيادة عن اللزوم حتى ما يختل اي جانب بحياتك، بس بنفس الوقت هيدا الشي عم بياخد من راحتك النفسية ومن طاقتك الداخلية، كأنه طول الوقت بحالة لازم لحق كل شي بدون ما توقف فعلا ولا حتى تتنفس. في إحساس إنك أحيانا بتحس إنك مهما عملت لسه في شي ناقص أو مسؤولية جديدة عم تظهر قدامك. هيدا الشي عم بيخليك تفكري كتير وتسهر بعقلك وحتى لو كنت تعبان جسديا، بس بنفس الوقت الطاقة عم بتقول إنك شخص قوي كتير، قدرتك على التحمل كبيرة، وحتى لو الناس مو شايفة حجم الضغط اللي عم بتمر فيه، الكون شايف قديه عم بتحاول تحافظ على كل شيء بدون ما توقع حدا من حساباتك. في رسالة مهمة إلك بهيدي الفترة، مو مطلوب منك تحمل العالم كله لحالك. أحيانا التوازن الحقيقي بيجي لما تسمح لنفسك ترتاح شوي وتفهم إنك مو لازم تكون كامل بكل لحظة حتى تكون ناجح ومحبوب. واضح إنك داخل على مرحلة رح تبدأ فيها الأمور تنتظم شوي شوي، خصوصا بعد فترة طويلة من الركض والضغط والتفكير المستمر. طيب خلينا نشوف هيدي الفرصة فعلا فرصة كبيرة ولا ممكن تكون نقطة تحول بحياتك. طاقة هون قوية كتير لدرجة عم بتقول إنه هيدا التعاون ممكن يكون واحد من الأحلام يلي كنت تتمناها من زمان بدون ما تتوقع إنه رح يقرب بهيدي السرعة. الشخص اللي عم بيقرب منك هلأ مو جاي عبث، في فرصة حقيقية ممكن تغير مسارك أو تفتح لك باب أكتر بكتير ما كنت متخيل. كأنه الكون أخيرا عم بيوصلك مع الشخص الصح بالوقت الصح، لأنه هيدا الشخص شايف عندك موهبة أو قيمة نادرة، وعم بحس إنه وجودك معه ممكن يصنع شي ضخم فعلا. وفي طاقة مسافة واضحة بيناتكم، ممكن يكون عايش بمدينة تانية أو بمنطقة بعيدة فيها طابع ساحلي أو قريبة على البحر. كأنه بيناتكم اختلاف بالمكان، بس رغم هيدي المسافة في جذب قوي عم بيقرب طرق بينك وبينه بطريقة غريبة مفاجئة. والرسالة القوية بهيدا المشهد إنه قريب كتير رح تشوف اسم كبير ومعروف عم بيقرب منك بشكل رسمي أكتر، ممكن عبر إيميل، رسالة عمل، دعوة تعاون، أو تواصل ما كنت متوقعه أبدا.
ولأول لحظة يمكن تحس إنه الموضوع مو معقول أو أكبر من توقعاتك، بس الطاقة عم بتقول بوضوح هيدا الشي حقيقي، مو مجرد وهم أو حلم. في إحساس إنه هيدي الرسالة أو التواصل حيغير شي بداخلك، لأنك حتستوعب فجأة إنه تعبك، صبرك، محاولاتك السابقة ما راح تهبط. كانت عم تجهزك لمرحلة يلي أخيرا الناس الصح بلشت تلاحظ فيها قيمتك وقدراتك الحقيقية. بس كمان الكروت هون عم بتقول إنه في خوف داخلي عندك، خوف من التكرار، من الخيبة، أو من إنك تتعلق بشي وبعدين ينكسر. خلينا نشوف الرسالة الأخيرة إلك. واو، الرسالة الأخيرة عم بتقلك لا تسمح لخيبات الماضي ولا للجروح يلي مريت فيها إنهم يوقفوك هيدي المرة أو يخلوك تخاف تاخد هيدي الفرصة. الطاقة عم بتقول إنك تعبت كتير من التجارب يلي خذلتك، ويمكن صار عندك خوف داخلي من إنك توثق بأي شي جديد أو تصدق إنه الخير ممكن يوصلك فعلا. هيدي المرة مختلفة، مو كل باب جديد لازم يكون نسخة عن الماضي، ومو كل شخص جاي لعندك ناوي يكرر نفس الألم أو نفس الخيبة. واضح إنه جزء منك لسه عم بيحاول يحمي حاله وعم بيقول شو إذا تعبت بالنهاية وطلع كله طلع وهم. بس بنفس الوقت في جزء أعمق جواك حاسس إنه هيدي الفرصة ما إجت عبث، وإنه في تغيير حقيقي ممكن يبدأ إذا أنت سمحت لحالك تستقبل هيدي المرحلة بدون خوف. الكون عم بيدفعك إنك تتحرك للأمام، مو لأنه الطريق مضمون 100%، لأنك أنت صرت أقوى وأوعى وأعرف بكتير من قبل. أنت مو نفس الشخص اللي انكسر بالماضي، وهيدي المرة عندك خبرة وحدث بيخلوك تعرف مين الصح ومين الغلط. في رسالة قوية كتير بهيدي الطاقة: لا تخلي الألم القديم يقنعك إنك ما بتستحق الفرص الكبيرة. أحيانا أعظم الأبواب بتنفتح بعد أطول فترة تعب وصبر، وكأنه الحياة عم بتعوضك عن كل مرة انكسرت فيها وسكت. وهلأ الكروت رح تعطينا النصيحة الأخيرة والأهم، كيف لازم تتصرف مع هيدي الطاقة الجاية. نصيحتي إلك من ريماز: لما توصل هيدي الفرصة أو هيدا التواصل، لا تدخل بطاقة خوف أو شك بسبب الماضي، استقبله بهدوء بثقة، وخلي حدسك يقودك، لأنه مو كل الناس جايين ليكسروا قلبك أو يخذلوك، في ناس بيجوا ليغيروا حياتك للأفضل فعلا. الطاقة هون عم بتقول إنك داخل على مرحلة مختلفة، مرحلة فيها رفع، شهرة، تقدير أكبر لقيمتك الحقيقية. بس المطلوب منك إنك ما تصغر حالك، ما تشك بحالك لما تشوف الأبواب الكبيرة عم تنفتح قدامك. ردد معي هيدا التوكيد لتثبت الطاقة وقول: أنا أستحق الفرص الكبيرة وأستقبل النجاح والتقدير والمحبة بكل ثقة وسلام. إذا حسيتوا أنه هيدي القراءة لامست طاقتكم، لا تنسوا اللايك والتعليق والمشاركة حتى توصل الرسالة للي بحاجة يسمعها. للقراءات الخاصة والحجز مع ريماز التواصل بيكون عبر الرسائل.